حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً على العين الإماراتي بنتيجة 6-0 برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم للأندية. وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا المباراة في شوطها الأول بعد أن أنهاه متقدماً ب3 أهداف تناوب على تسجيلها إلكاي غوندوغان 8 وكلاوديو إتشيفيري 27 ثم إرلينغ هالاند من ضربة جزاء 45+5. وخلال الشوط الثاني أضاف السيتي الهدف الرابع الذي حمل توقيع غوندوغان 73 محرزاً ثنائية في المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، بينما سجل الشاب أوسكار بوب الهدف الخامس 84 ثم أضاف البديل ريان شرقي الهدف السادس للدقيقة 89. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، سجل 8 أهداف، وهو نفس رصيد يوفنتوس المتصدر بفضل فارق الأهداف، سجل 9 أهداف، أما العين والوداد الرياضي فقط أقصيا من البطولة. ترتيب المجموعة جي: 1 يوفنتوس 6 نقاط، 2 مانشستر سيتي 6، 3 الوداد الرياضي 0، 4 العين 0. حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً على العين الإماراتي بنتيجة 6-0 برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم للأندية. وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا المباراة في شوطها الأول بعد أن أنهاه متقدماً ب3 أهداف تناوب على تسجيلها إلكاي غوندوغان 8 وكلاوديو إتشيفيري 27 ثم إرلينغ هالاند من ضربة جزاء 45+5. وخلال الشوط الثاني أضاف السيتي الهدف الرابع الذي حمل توقيع غوندوغان 73 محرزاً ثنائية في المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، بينما سجل الشاب أوسكار بوب الهدف الخامس 84 ثم أضاف البديل ريان شرقي الهدف السادس للدقيقة 89. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، سجل 8 أهداف، وهو نفس رصيد يوفنتوس المتصدر بفضل فارق الأهداف، سجل 9 أهداف، أما العين والوداد الرياضي فقط أقصيا من البطولة. ترتيب المجموعة جي: 1 يوفنتوس 6 نقاط، 2 مانشستر سيتي 6، 3 الوداد الرياضي 0، 4 العين 0. حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً على العين الإماراتي بنتيجة 6-0 برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم للأندية. وحسم فريق المدرب بيب غوارديولا المباراة في شوطها الأول بعد أن أنهاه متقدماً ب3 أهداف تناوب على تسجيلها إلكاي غوندوغان 8 وكلاوديو إتشيفيري 27 ثم إرلينغ هالاند من ضربة جزاء 45+5. وخلال الشوط الثاني أضاف السيتي الهدف الرابع الذي حمل توقيع غوندوغان 73 محرزاً ثنائية في المباراة التي احتضنها ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، بينما سجل الشاب أوسكار بوب الهدف الخامس 84 ثم أضاف البديل ريان شرقي الهدف السادس للدقيقة 89. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، سجل 8 أهداف، وهو نفس رصيد يوفنتوس المتصدر بفضل فارق الأهداف، سجل 9 أهداف، أما العين والوداد الرياضي فقط أقصيا من البطولة. ترتيب المجموعة جي: 1 يوفنتوس 6 نقاط، 2 مانشستر سيتي 6، 3 الوداد الرياضي 0، 4 العين 0.